لم يتغير موقفي كان واضح. عندما تم الإصدار المرسوم الضرورة استنادا للمادة 71، أنا قلت أرجع خطوة للوراء، وكان التاريخ ب7/11/2012، يعني باب التسجيل للانتخابات الماضية ما تسكر، كان في 3 أيام، وكان موقفي صلب. قلت أرجع خطوة للوراء، أنتظر حكم المحكمة، إذا أثبت صحة المرسوم سوف أخوض الانتخابات، وإذا لم يثبت صحة المرسوم الحمد لله راح ترجع الأمور كما كانت بالسابق، 5 زوائر و4 أصوات، وقد يتم سحب المرسوم. يعني هناك 3 أمور، يا إما سحب المرسوم، وكنت أقول أحس أن فيها صعوبة وفعلا لم يسحب المرسوم، أو يتم تصديقه وتحصينه عن طريق المحكمة الدستورية، أو يتم رفضه. فاليوم المحكمة الدستورية أثبتت صحة ودستورية المرسوم. أنا أبي أحدد موقفي للمستقبل، لذلك قلت أن أنا سوف أحترم حكم المحكمة الدستورية.